صباح الخير من العقبة. احنا بقى هنجرب تجربة غريبة جدا او جديدة. احنا النهاردة هنروح نكتشف البحر في العقبة ونشوف هو عامل ازاي. من الصور ومن اللي انا عارفه ان البحر هيبقى حلو جدا، ومشاركني في التجربة الجميلة دي لوكا من ايطاليا. هاي هنروح دلوقتي بالعربية، هنروح البحر. هو البحر اسمه البحر الجنوبي تقريبا، هوريكم عامل ازاي. يلا بينا بسرعة. اوبا جماعة معايا اجمد سواق في الاردن. The best driver in Jordan. And in Italy too. And in Italy too. في دلوقتي بقى ميكس غريب، جبال دهب وهناك المينا بتاعت بورسعيد. فاللي هو انا فين بقى يعني مش عارف، بس هو فعلا في هناك المينا اهي بالظبط، داخل على كوبري بور فؤاد والجبال دهب حوالينا. يا جماعة البحر خلاص بدأ يبقى حلو اهو. متحمس جدا 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 بجد. على فكرة احنا عندنا الجبال اللي انتوا شايفينها هناك دي جبال طابة، وجنبها على طول كده جبال فلسطين. استنى 4 دقايق ونوصل. خلاص جاهزين، ولوكا جاب العدة بتاعته. هنروح دلوقتي على البحر. البحر حلو قوي، واللي هوريه لكم النهارده هيكون حاجة غريبة وهتعجبكم جدا. انا هوريكم ان شاء الله طيارة تحت المية ودبابة تحت المية. هم قريبين، هحاول اوصل لهم واوريكم كل حاجة. المية ساقعة قوي. نزلت المية في المنطقة دي وبصراحة حلوة قوي، ولكن انا هجيب التيوب بتاع السنوركلينج عشان اقدر اتنفس كويس، لان في اماكن ما بقدرش اتحرك، يعني بيبقى الشعب قريبة جدا. فعشان كده هجيب دلوقتي وهطلع على طول على الدبابة عشان اوريكم الدبابة اللي موجودة تحت المية، ولو قدرت طبعا هوريكم الطيارة. بس الدايفنج سنتر بتاعنا قريب، هوريهولكم برضو. بصراحة ساعدونا كتير يعني. عامة هنا في بقى كل الأماكن المشهورة في المنطقة، وده اللوجو بتاع المكان عشان لو حابين تيجوا. فاحنا حاليا هنروح ناخد اتجاه نشوف الدبابة، وبعدها نمشي شوية نروح عند الطيارة. حاليا انا خلاص خدت تيوب عشان نروح عند الدبابة، ننزل هناك، وبعدها انا عرفت الطريق خلاص هنروح عند الطيارة كمان. So now we're gonna go check the tank and check the airplane. ان شاء الله. بالزوت. شايفين في حاجة هنا برتقاني، هي المكان ده اللي فيه تحت الدبابة، وبعيد شوية المكان اللي هناك ده فيه الطيارة. هي عميقة شوية بس انا متأكد ان احنا ان شاء الله هنقدر نعملها.
انا انبسطت ان احنا قدرنا نشوف جوه الميه، قدرنا نشوف الدبابه وقدرنا نشوف الطياره طلعت كبيره. انا كنت في الاول مفكرها هتبقى هليكوبتر او حاجه، بس طلعت طياره سفر كبيره، فدي حاجه جامده يعني. بس ده اللي احنا شفناه هنا. غالبا كمان شويه هننزل نشوف الميه هناك، نشوف شويه سمك، نشوف تحت الميه عامله ازاي، وبعدها نمشي على طول. في هنا كمان هليكوبتر كده بتلف تاخد طبعا الناس يعني يشوفوا الفيو، وفي جيت سكي في كل حتة هنا. ولكن انا ارشح المنطقة دي جدا 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 عشان تشوف الطيارة هنا اهو، وتشوف الدبابة هنا. استريحنا شوية وشربنا مية، دلوقتي هننزل تاني عشان نتفرج على شوية شعاب مرجانية وشوية سمك في المنطقة دي كده. انا مستمتع جدا جدا بالميه هنا في العقبه، وبصراحه اتبسطت قوي ان انا قدرت اشوف الدبابه والطياره تحت الميه، وده كان بسبب اكوامان السنتر دايفنج سنتر اللي كنا فيه، هو اللي قال لنا كل التفاصيل دي. فانا هسيب لكم اللينك بتاعه تقدروا تشوفوه. وكمان حابب يعني لو انتوا عجبكم الفيديو يا ريت تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، واكتبوا لي كومنت ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو، وايه عايزين تشوفوه في الفيديوهات الجايه. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. باي. بس خلصت وراجع اهو.